الفيديو ده فيه رسالة تطمنك. احنا في نهاية سنة وبداية سنة جديدة. والله 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 هقول لك رسائل تطمنك، ومش مني، من ربنا سبحانه وتعالى. هقول لك رسالة جميلة جدا قالها ربنا لرسوله لما اتضايق والناس ضايقوه. ربنا قال له ايه؟ وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآخرة خير لنا من الأولى. يعني إيه؟ الدنيا اللي احنا عايشينها دي بمشاكلها، بخناقاتها، بأشرارها، بشياطينها، بمهما كانت المشكلة اللي انت فيها، مهما كان، مشكلة مادية، مشكلة صحية، مشكلة إنسانية، انت شايف المشكلة دي ملهاش حل. أولا حلها عند ربنا، ثانيا الآخرة خير لك من الأولى. والله 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 الصبر اللي انت صبره على المشكلة اللي عندك دي، اما باذن الله ان شاء الله في الاخره اللي هي مش بعيده على فكره، هتشوف جزاء الصبر ده، وتشوف ربنا شايل لك ايه في الاخره اللي هي احسن بكتير من اللي احنا عايشينها. هتنسى كل العذاب اللي انت فيه. في حديث عن النبي بيقول فيه كده: ان يؤتى باتعس اهل الدنيا. ما معناه يعني؟ اتعس واحد في الدنيا اللي هو مش انت ان شاء الله، ولا انت اللي بتتفرجي، ويغمز غمسه كده في نعيم الجنه، يقول لك ده انا عمري ما شفت عذاب يا رب، ده انا حياتي كلها في نعيم. يعني نعيم الاخره ده هينسيك كل اللي انت شفته في الدنيا. ربنا قال: وللآخرة خير وأبقى. الآخرة أحسن بكتير من اللي احنا فيه ده، وأبقى، نعيم أبدي. وبالتالي مهما كانت حياة أي إنسان على الأرض، هيعيش 100 سنة، 200 سنة، 200 ألف سنة، مقارنة باللانهائية ونعيم اللانهائية في الآخرة، لا شيء. صدقوني والله الدنيا اللي احنا عايشينها دي ولا حاجة. عايز تعرف يعني ايه الدنيا دي ولا حاجة؟ انت لما بتنام وتصحى مهما عدى عليك من وقت، بتحس انك غمضت عينك وفتحتها. اهو بإذن الله بإذن الله في نعيم الآخرة ان شاء الله، ان شاء الله مش هتحس بحاجة، هتنسى كل اللي انت عايش فيه ده. ربنا سبحانه وتعالى كريم وعظيم وبيطمنا في القرآن. وآخر رسالة هقولها لك ربك سبحانه وتعالى طمنا كلنا بيها: إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيحطك في اختبار إلا ومعاه لطف ومعاه يسر. ولن يغلب عسر واحد يسران. ربنا بينزل الاختبار معاه ضعف اليسر والفضل. صباح السعادة.